السم في العسل من أشهر الجمل اللي بتتقال في مصر من زمان. بس يا ترى إيه أصل الجملة دي؟ الجملة دي بترجع لزمن الفتنة اللي كانت بين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان. كان في محارب قوي في جيش علي اسمه مالك الأشتر، كان يمني واتسمى بالأشتر علشان كان حاجبه اتشطر وهو بيحارب في معركة اليرموك. المهم بعد اشتداد الفتنة طلب علي من مالك انه يذهب لمصر كوالي عليها بدل من عمرو بن العاص. لما عرف اتباع معاوية الكلام ده استقبلوا مالك الاشتر في المرج، وكانوا بيتظاهروا انهم مش عارفينه، وقدموا له الماء والعسل، وفي وسط العسل حطوا السم، ومات مالك من السم اللي في العسل. ومن هنا انتشرت جملة دسلوا السم في العسل.